يعني يدخل يعني اخوك رجب مندي ده اخوكي؟ ايوه اخويا. وانت من المنيا، من بني مزار، من قرية طنبو. ايوه حضرتك. طيب واخوكي غايب من 13 واحد السنة 13 دي. واحد ايوه حضرتك. طيب النهارده بالظبط قولي لنا تغيب ازاي وفين بالظبط عشان لو حد يتعرف عليه. هو خرج من مدينة نصر اه والحي العاشر. اه جاء على المنيا وتليفونات مقفولة من يوم 13 واحد، ما نعرفش عنه أي حاجة خالص. يعني هو وصل المنيا، تحرك من القاهرة من الحي العاشر راح المنيا. لما راح المنيا وصل البيت على حسب كلام زملاته ان هو خرج زي ما هم قالوا، يعني احنا ما نعرف، بس هم زمايله اللي قالوا الساعة 3 بالليل. فانا حاولت ان انا ارن عليه بعد، يعني لما هو كان جاي لي ان انا اول ما اركب ارن عليكي، قلت خلاص ماشي. فانا ابتديت ارن عليه، لقيت التليفونات مغلقة او غير متاحة من الساعة 9 الصبح يوم الاثنين اللي هو يوم 13. هو عنده كام سنة؟ عنده كام سنة؟ 29 سنة. متزوج؟ كان جاي ايوه كاتب، كان جاي يخش. طيب كان بيجي عن طريق القطر ولا كان بيركب ايه في المعتاد؟ ميكروباص حضرتك. ميكروباص. اي. مع المباحث ما قدرتوش تعرفوا عن طريق مثلا تليفونه؟ اخر مرة كان تليفونه مفتوح فين حتة او؟ احنا عاملين محضر تتبع، لكن ما فيش اي حاجة خالص ولا اي حد رد علينا خالص. لا يعني اقصد ممكن التليفونات تدلكم ان هو كان في اخر لحظة كان دخل المنيا، او لا كان في الطريق في وسط الطريق، او لسه لا ده كان في القاهرة. ما ردوش علينا، عاملين المحضر ومحدش رد علينا. طيب احنا عموما نشرنا الصورة رجب مندي عبد الحميد. نتمنى انه لو في حد عنده معلومة يفيدها يتصل بالارقام اللي موجودة، وربنا يجزيكم خير ويعافينا ويعافيكم. شكرا